يا تارك الصلاة، كيف أبدأ حديثي معك؟ وماذا أقول لك؟ وبأي طريقة أخاطبك؟ أخاطبك بالترغيب أم أسلط عليك سياط الترهيب؟ يا تارك الصلاة، ماذا تظن نفسك؟ هل أنت مستغن عن ربك إلى هذا الحد؟ إلى الحد الذي يمنعك من السجود لخالقك وفاطرك؟ هل وصل بك التكبر إلى عدم الوقوف بين يدي ربك متذللا خاشعا؟ قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا تارك الصلاة، ألا تعلم أن الصلاة هي آخر ما يتشبث به المرء من دينه؟ فإن ضيعها فقد ضيع دينه كله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا للحكم، وآخرهن